تخيل معايا كده تبقى بتعوم في البحر وبتودع آخر أيام الصيفية وفجأة تلاقي راس جدك جنبك. آثار يا معلم، ومش تمثال ولا اتنين، لأ ده مدينة كاملة تحت المية. تعال أقولك التويستات التاريخية اللي خلت آثار فرعونية ويونانية وبطلمية متجمعين في مكان واحد. في سنة من السنين اكتشفوا راس أثرية بتعوم على وش المية. فين بقى؟ في منطقة بين راس البر واسكندرية. ولما قرروا يجيبوا فرق استكشاف وعلماء آثار علشان يعرفوا ايه الموضوع، خدوا الصدمة. قصر وبيوت ويجي 70 سفينة وسلة فاكهة معمولة من الخوص تحت المية. هيجي واحد محنك يقولي وايه يعني؟ ما مصر كلها مليانة آثار في كل حتة. هقولك أنا لا، ما هو لما يبقى الآثار دي موجودة تحت المية من أكتر من 2400 سنة وتفضل بحالتها الطبيعية، يبقى الحكاية فيها عنا. ومش بس كده، الآثار اللي لقوها كانت يونانية، وكمان كان في آثار فرعونية وبطلمية في نفس المكان. طب مين اللي كانوا عايشين بالظبط؟ وإيه اللي حصل خلى المدينة كلها تحت البحر؟ اللي خبراء الآثار قالوه إن في أواخر العصر الفرعوني بدأ يتسمح لشوية مرتزقة، يعني ناس على قد حالهم كده من اليونان، إنهم يعيشوا في منطقة في مصر كانت على المينا. والمكان اللي استقروا فيه ده كان بين مصب الفرع من فروع النيل والبحر في اسكندرية، وبالتحديد كده جنب معبد آمون الضخم. وبدأوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي هناك، واللي كان يتوفى منهم كان يدفن وسطهم ويتعمل له جنازة زيه زي أي إنسان عادي. لحد ما جت فترة حصل فيها كتير من الزلازل، ومن بعدها جت موجة زلازل معتبرة قضت على المدينة كلها، والمكان كله بقى مغطيه البحر من كل مكان. وده تفسير وجود الآثار اليونانية هناك. وفي الأغلب الآثار الفرعونية اللي اتلاقت لأن هي في الأول وفي الآخر مكان جوه مصر، طبيعي يبقى فيه حاجات مننا. طب إيه بقى حكاية البطالمة دول؟ جم قالوا لك إن غرق المدينة ده حصل من سنين كتير جدا، ومش كل المدن ساعتها سمعت بيه. عشان كده كان في المدينة سفينة من سفن العصر البطلمي اللي في الأغلب خبطت في الآثار اللي تحت البحر دي وهي معدية وغرقت، وبقت آثار هي كمان من ضمن المدينة الغارقة. والسؤال هنا بقى، إزاي الآثار دي فضلت محتفظة بشكلها بعد 2400 سنة تحت المية؟ المكان اللي الآثار موجودة فيه ما بين النيل والبحر ده خلاه إن هو يحافظ على القطع زي ما هي. بس هو احنا ليه ما طلعناهوش واستفدنا بيه في المتاحف؟ في قطع طلعت فعلا، لكن في كتير قوي لسه محتفظين بيه تحت الأرض في المدينة. والمدينة نفسها اتحولت لمتحف كبير لأن تكلفة نقل القطع بصراحة كانت عالية جدا، وده حسب اللي اتقال وقتها. تفتكر انت بقى ده آخر اكتشاف أثري هيصدمنا، ولا لسه في حاجات مستخبية ما نعرفهاش؟ كنت معاكم حبيبة سامح، واستنوني في تويستات تاريخية جديدة.